ليه محدش بيشوف الفيديوهات؟ ده يمكن أهم سؤال لازم أي صانع محتوى يسأله لنفسه، خصوصاً لو هدفه هو الربح من يوتيوب. النهاردة هنفك شفرة المشكلة دي ونعرف إزاي نحول كل فرصة مشاهدة لفلوس حقيقية. تخيل معايا كده بتشتغل على فيديو أيام وأسابيع، بتمنتج وتصور وتنزله، ويوتيوب يعرضه ل10,000 شخص. حلو جدا، رقم يبسط أي حد، صح؟ لكن الصدمة الكبيرة إن من ال10,000 دول 50 واحد بس هم اللي قرروا يضغطوا على الفيديو. إحساس محبط جدا بيخلي الواحد يسأل نفسه، هو أنا بعمل إيه غلط؟ ده معناه إن في 9950 شخص شافوا الفيديو بعينيهم وقرروا إنهم مش مهتمين وكملوا سكرول. الموضوع على فكرة مش حظ وحش، لا، ده في سبب واضح ومباشر ورا التجاهل ده. طيب المشكلة دي اللي بتواجه أغلب القنوات إيه اسمها في عالم يوتيوب؟ والأهم من كل ده، إزاي نسيطر عليها ونحولها من نقطة ضعف لنقطة قوة؟ الحقيقة الصدمة إن كل القصة دي بتتلخص في 3 حروف بس: CTR. لو فهمت ال3 حروف دول هتمسك مفتاح النجاح المالي على يوتيوب، ولو أهملتهم يبقى كأنك بتبني بيت من غير أساس، هيقع يعني هيقع. طيب، خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا وممكن تغير طريقة تفكيرك كلها. لو سألنا أي حد إيه أهم مهارة لازم تكون عند صانع المحتوى، أغلب الإجابات بتروح في حتة معينة، بس الحقيقة في حتة تانية خالص. لو الهدف النهائي هو الحرية المالية من وراء يوتيوب، فالمهارة رقم 1 مش المونتاج ولا التصوير الاحترافي. المهارة الأساسية هي إنك تعرف إزاي تخلي المشاهد يضغط على الفيديو بتاعك أنت بالذات وسط كل الزحمة دي هي البوابة لكل حاجة هتيجي بعد كده. والمنطق ورا الكلام ده بسيط جدا، معادلة واضحة: من غير ضغطة مفيش مشاهدة، ومن غير مشاهدة مفيش أي أرباح. السلسلة كلها بتبدأ من أول خطوة وهي الضغطة أو الكليك. وهنا بقى أكبر غلطة بيقع فيها معظم الناس، بيقضوا ساعات وأيام في الفيديو نفسه، لكن بينسوا تماما تغليف الفيديو ده اللي هو العنوان والصورة المصغرة، وده السبب اللي بيخلي الفيديو يفشل حتى قبل ما حد يدوس عليه. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. ايه هو بقى CTR ده بالظبط، المصطلح اللي يعتبر هو أساس كل حاجة؟ CTR أو نسبة النقر إلى الظهور ببساطة شديدة هو النسبة المئوية للناس اللي الفيديو ظهر قدامهم على يوتيوب وقرروا فعلا إنهم يضغطوا عليه ويدخلوا يشوفوه. بص على المثال ده كده، لو الفيديو بتاعك ظهر 1000 مرة وضغط عليه 50 واحد بس، يبقى CTR بتاعك 5%. الرقم ده بيقولك رسالة واضحة: المشكلة مش في المحتوى اللي جوه، المشكلة غالبا في الغلاف اللي بره، في طريقة عرضك للفيديو. طيب ازاي نحل المشكلة دي ونعلي النسبة دي؟ الحل في اللي بنسميه ثلاثية جذب المشاهدات. دي 3 أركان أساسية، لو اتعملوا صح مع بعض النتيجة بتبقى مضمونة. الأركان ال3 دول هما الصورة المصغرة والعنوان وفجوة الفضول. لما ال3 دول يشتغلوا مع بعض، المشاهد تقريبا ما بيكونش عنده اختيار تاني غير إنه يضغط على الفيديو. أول ركن هو الصورة المصغرة أو الثامبنيل. هدفها الأساسي حاجة واحدة بس، إنها توقف عين المشاهد وهو بيعمل سكرول. لازم تكون ملفتة، مش مجرد صورة شكلها حلو، يعني تعابير وش قوية، عنصر غامض يخلي الواحد يسأل إيه ده، وألوان واضحة وصارخة تخطف العين. تاني ركن هو العنوان، وهنا في جملة مهمة جدا: العنوان مش وصف، العنوان ده وعد. لازم يدي إحساس للمشاهد إنه لو ما دخلش على الفيديو ده هيفوته حاجة قيمة جدا أو سر مهم. وده بقى يوصلنا للركن الثالث والأقوى، فجوة الفضول. دي لعبة نفسية بسيطة. الفكرة إنك بتقدم معلومة ناقصة وتخبي الباقي. ده بيخلق عند المشاهد رغبة قوية إنه يعرف باقي القصة، والحل الوحيد عشان يسد الفضول ده هو إنه يضغط على الفيديو. والمثال ده بيوضح كل حاجة. بدل عنوان ممل زي شرح CTR، ممكن تستخدم عنوان زي ليه ما حدش بيضغط على فيديوهاتك. العنوان التاني ده بيخلق سؤال مباشر في دماغ أي صانع محتوى، وبيخليه عايز يعرف الإجابة فوراً. تمام قوي، دلوقتي عرفنا إزاي نجيب الضغطات. فاضل نربط ده بالهدف الأهم، الأرباح. إزاي كل ضغطة زيادة تتحول لفلوس في الحساب. الموضوع عامل زي دايرة النجاح. لما CTR يعلى، المشاهدات بتزيد، ولما المشاهدات تزيد، خوارزمية يوتيوب بتفهم ان الفيديو ده كويس فبتقترحه لناس اكتر، ولما ناس اكتر تشوفه الارباح طبعا بتزيد. يعني في النهاية الاستراتيجية دي مش مجرد لعبة أرقام مشاهدات وخلاص، لا، ده الطريق المباشر عشان تزود دخلك من يوتيوب. كل ضغطة زيادة بتتسرجم بشكل مباشر لفلوس أكتر. ممتاز، كده احنا خلينا الناس تضغط على الفيديو. بس في مشكلة أكبر ممكن تضيع كل المجهود ده، إن المشاهد يدخل ويخرج بعد 10 ثواني. إيه هو بقى الوحش اللي بيقتل أرباحك بعد الضغطة؟ وإزاي تخلي المشاهد يكمل الفيديو للآخر؟
ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية.